بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نجيب فيها على سؤالين اثنين. السؤال الأول وردني من اليمن. طيب لماذا وضعنا خريطة تركيا وخريطة العراق وسوريا ولبنان؟ سنأتي، ما هو الموضوع واحد يعني. السؤال الأول، أحد الإخوة في اليمن أرسل لي وقال لي إنه ميليشيات إيران في اليمن تزعم أنهم من أحفاد سيدنا الحسين ابن علي بن أبي طالب، وسيدنا الحسين أمه فاطمة ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقلت له خلاص هم أحرار، يعني واحد بيزعم الناس أعلم بأنسابهم، واحد بيقول إن هو من أحفاد سيدنا الحسين، خلاص يعني لا نستطيع أن ننكر. قال لي لا، ما هي ليست هذه المشكلة، إنما المشكلة أنهم يكفرون الشعب اليمني كله المسلمين، ويقومون بذبحنا وقتل أطفالنا واغتصاب المسلمات في اليمن. قلت له لا، دي مشكلة كبيرة بقى، إيه الموضوع؟ فقلت له طيب في سؤال ثاني أطرحه عليك، أو ممكن تطرحه على ميليشيات إيران هذه اللي هي كلها بتزعم أنها من نسل سيدنا الحسين، وبعدين لا أحد يقول إنه من نسل سيدنا الحسن. سيدنا الحسن مغضوب عليه رغم أنه أخو سيدنا الحسين. السؤال الثاني اللي يجب أن يطرح على هذه الميليشيات الإيرانية: هل علي بن أبي طالب كافر أم مسلم؟ وهل ولديه الحسن والحسين كافرين أم مسلمين؟ وإذا قالوا اللي يجيب بأنهما مسلمون فيقدم الدليل، والذي يجيب بأنهم كفار فليقدم الدليل. طبعا السؤال موجه إلى ميليشيات إيران. تعالوا نبدأ ونرى. لما بحثت في الأمر وجدت أن المسألة أعمق من ذلك بكثير. أدي ميليشيات إيران في اليمن، وتقريبا هذا شعار ميليشيات إيران في العراق وفي سوريا وفي لبنان. يرفعون لافتة، ركز في أول سطر: الله أكبر، نحن مسلمون. طيب، الموت لأمريكا، إن الجماعة دول عاوزين يحاربوا الأمريكان. طيب، الموت لإسرائيل، عاوزين يحاربوا إسرائيل. اللعنة على اليهود، يعني هم لن يقتلوا اليهود، سيلعنونهم فقط. طيب، في الآخر النصر للإسلام، يعني هؤلاء يقدمون أنفسهم على أنهم مسلمون وهم حماة العقيدة. طب لما نيجي نشوف بقى الجماعة دول بيحاربوا فين؟ بيحاربوا، طبعا أنت تتخيل لما تقرأ اللافتة أنهم ميليشيات إيران بيقاتلوا داخل الأرض الأمريكية، أو بيقاتلوا في فلسطين المحتلة، أو بيقاتلوا في أوروبا مثلا. لا، لما ترجع للخريطة تكتشف أن هم كل حروبهم ضد المسلمين. فقتلوا المسلمين في العراق، ويقتلون المسلمين في سوريا والمسلمين في لبنان، وتاريخهم كله قتل المسلمين في تركيا أيام الدولة العثمانية. بل إن اللي بيرفعوا شعار الموت لأمريكا ولإسرائيل ميليشيات إيران هذه وملالي إيران، طول عمرهم يرسلوا السفارات إلى إيطاليا، إلى الفاتيكان، وحكام أوروبا المسيحيين هؤلاء الصليبيون، وقولهم نقتل المسلمين، إحنا نذبح المسلمين في الأناضول من الخلف وأنتم تذبحونهم من الأمام. هؤلاء يزعمون أنهم أحفاد سيدنا الحسين، والحسين ابن إيه؟ ابن فاطمة، وفاطمة ابنة الرسول. فنفاجأ أن هؤلاء ملالي إيران راحوا اتفقوا مع الفاتيكان، قالوا أنتوا يا فاتيكان إحنا نهجم ننبش قبر الرسول في مكة، وأنتوا تهجموا من هنا. طبعا يعني هيلفوا من المحيط الأطلنطي ويأتون. يا جماعة أنتم تزعمون أنكم أحفاد الرسول، فإذا بكم تتآمرون لنبش قبر الرسول. ده أيام الدولة العثمانية، والدولة العثمانية هزمته. فإذا نكتشف أن هذه العقيدة لها ظاهر يزعم الإسلام، ولها باطن، وهي أنها عقيدة عسكرية تقوم على ذبح المسلمين. احنا عاوزين نقتل المسلمين. فبدأوا يبنوا عقيدة كما سنأتي لكم الآن تؤدي إلى هذا الغرض، إن هو كيف ندمر العالم الإسلامي ونذبح العالم الإسلامي كله. فالمسألة ليست
انه من اولى بالخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، علي بن ابي طالب ولا ابو بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان؟ ما هو علي مات وابو بكر مات وعثمان مات وعمر مات رضي الله عنهم اجمعين، فخلاص. ويا سيدي هم حلوين سيئين خلاص ماتوا، يعني انت شاغل بالك ليه بموضوع كده؟ يزيد قتل الحسين، خلاص يزيد مات وعند ربنا الآن، والحسين أيضا استشهد أو مات وعند ربنا، فأنت ليه يعني؟ لا، الموضوع يتعلق بالحروب اللي احنا بندمر بها العالم الإسلامي وبنذبح المسلمين. كيف؟ تعالوا نبدأ ونرى هذه العقيدة العجيبة والأمور العجيبة. كما تشاهدون هنا في دي ساحة إيران، صورة من إيران، عاملين هم يوم عاشوراء اللي هو يوم مقتل الحسين، ورفعوا الراية يا حسين، إن الحسين قتل. طيب مين الأهم من الحسين؟ علي بن أبي طالب. احنا لو عاوزين نقول سيدنا نقول رضي الله عنه، لأن احنا هنرى هو مسلم ولا كافر، فخلونا محايدين مؤقتا. طيب ما هو علي بن أبي طالب قتل أيضا، فأنت ليه بتعمل يوم عاشوراء؟ ولماذا لا تقيم يوما لعلي الأهم من الحسين ابنه؟ طب وبعدين أخو الحسين اللي هو الأخ الأكبر اللي هو الحسن أيضا قتل. الرواية الشيعية تقول إنه الدولة الأموية أو معاوية بن أبي سفيان الخليفة الأموي سمه، دس له السم، إذا قتل. يبقى أنت لماذا يا حسين مفيش راية مرفوعة يا حسن ولا يا علي ويا لا ثارات الحسين؟ نريد أن نثأر ممن قتلوا الحسين. طب ولماذا لا تثأر ممن قتلوا علي؟ ولماذا لم تثأر ممن قتلوا الحسن؟ طيب ده أمر غريب. وبعدين يا جماعة الحسين قتل في كربلاء، أنت ليه بتحارب في اليمن وتقول المسلمين في اليمن دول أحفاد يزيد الذي قتل الحسين في كربلاء؟ الحسين قتل في كربلاء ولم يقتل في اليمن. وبعدين يزيد المنسوب إليه الخليفة الأموي المنسوب إليه أنه قتل الحسين، هذا من العرب الشمالية، عرب الشمال، واليمن هؤلاء عرب الجنوب. طيب أنت بقى رحت قتل ذبحوا المسلمين في سوريا وذبحوا المسلمين في العراق وفي سوريا. طب الجماعة المسلمين الأتراك دول لا هم عند كربلاء ولا هم عرب أصلا، يعني هم لا أحفاد يزيد ولا أي حاجة ولا لهم صلة بيزيد أصلا، لا يعني ولا يوجد أي شبه باسمهم حتى. رغم ذلك لا، لابد من دول أيضا أحفاد هو كده، وقتلوا الحسين. يا عم الحسين قتل في كربلاء. طيب هو الحسين فقط. طيب هنأتي لماذا الحسين فقط. وبعدين هنا بيقوموا مسألة اللطميات، بتلطموا على إيه؟ دول دي في إيران وفي كل يعني في العديد من الدول كل سنة في ذكرى مقتل الحسين يقومون بضرب أنفسهم ويلطمون. بتلطموا في إيه اللي حصل؟ هل قتلتم الحسين؟ قالوا لا. طب ما هم اللي قتل الحسين يزيد، وبعدين المسلمين السنة اللي موجودين 1.7 مليار دول الناس أحفاد يزيد اللي المفروض يقتلون ويذبحون. أنتم مالكم؟ قالوا نحن خنا الحسين. أنتم خونة؟ قالوا نحن خونة. أنتم ناس وحشة؟ قالوا احنا ناس وحشة. يا عم ما تشتمش نفسك. انت العيال دي اللي في قلب طهران ولا في قلب باكستان ولا في أي مكان، انت يا حبيبي اللي قاعد تضرب في نفسك بالهداه. انت كنت موجود في كربلاء وأمامك الحسين وخنته؟ لا. طب انت عشت أيام الحسين؟ لا. فالذين خانوا الحسين هم أهل كربلاء وليسوا أهل طهران ولا أهل سوريا ولا أهل لبنان. فأنت ما خنتش الحسين ولا حاجة، والله العظيم ما خنت، أقسم بالله ما خنتم الحسين ولا كنتم موجودين أيام الحسين أصلا. إنما هو الملالي بتوع إيران بيزرعون في رؤوسهم أنكم مجرمون. ده الشباب الشيعة، يا شباب الشيعة أنتم مجرمون وأنتم خونة عقدة الذنب، وإذا متم هكذا ستدخلون النار لأن أنتم خنتم الحسين. فطبعا الشباب الجاهل هذا يقول لك طب إحنا بقى عاوزين ننقذ أنفسنا من النار وكذا، فنعمل إيه؟ فأقول لهم كي تكفروا عن خيانتكم للحسين عليكم أن تقتلوا المسلمين.
فروح بقى في اليمن حارب، روح في العراق، إذا في سوريا إلى آخره. فيبدأ بقى بيذبح بقى، ما هو خائن فعاوز يثبت إن أنا لست خائنا، فهو بيعد نفسيا إنه يذبح ويقتل. وهنا كما نشاهد، ادي برضو واحد رافع لك يقول لك يا لثارات الحسين، والحسين قتل في كربلاء، ما اعرفش انت بتسأل الحسين في صنعاء ليه، وهنا يا حسين، وبعدين كاتب سننتقم. سننتقم من مين؟ من قتل الحسين؟ ما هم اتقتلوا وماتوا من 1300 سنة. في يا جدع انت دماغك. وهنا بيقول لك ايه؟ مشروع شهيد. يعني دول دواعش، بيقول لك احنا حين نقتل ونقتل. فهتجد أنهم وداعش يلتقون في الهدف أنه قتل المسلمين، ولكن اختلف العقيدة. ما هو داعش بتقول المسلمين كفار فاحنا نقتلهم. طيب وده اللي بنشوفه، حتى بيفجروا المساجد في أفغانستان، حتى بتوع طالبان بيفجروا فيهم. طيب الملالي إيران يقولون المسلمين كفار ويجب قتلهم، وبعدين بقى بيجيبوا العيال يجندوهم دول هكذا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا ده سلوك يشبه بالظبط سلوك الحشاشين في التاريخ الإسلامي. هو الحشاشين كانوا في قلعتهم في إيران أيضا، إن أنت رايح تجيب عيال وبتقول لهم عشان تدخل الجنة لابد تقتل وتذبح وهكذا، وأنت الذي خنت الحسين. انظروا لخطورة العقيدة. لذلك نقول هذه العقيدة خطيرة عسكريا. وفي الآخر بقى أمريكا لو بتقول غيروا الخطاب الديني، خطابكم كله عنف، مظاهراتكم كلها تدعو للعنف والقتل والدم ولا أي حاجة، هو بس على المسلمين السنة ممنوع الجهاد. طيب تعالوا بقى نشوف لماذا يا حسين وليس يا حسن. لما نرى في العقيدة بتاع ملالي إيران هذه، تجد إن هم عاملين 12 إماما. قالوا إنه الرسول صلى الله عليه وسلم يخلفه واحد علي بن أبي طالب، الإمام الثاني يخلفه سيدنا الحسن، الإمام الثالث يخلفه سيدنا الحسين. وطبعا أبو بكر وعمر دول كفار واغتصبوا الخلافة، فاحنا معاهم مؤيدين إن أبو بكر وعمر كفار واغتصبوا الخلافة، واحنا متفقين معاهم. أنا موافق أن علي هو الأحق بالخلافة، وبعدين الحسن والحسين إلى آخره، ولحد الإمام اللي نزل استرداد رقم 12 ولم يخرج. طيب لما تلاحظون هنا تجدوا أن سيدنا الحسن اللي هو الابن الأكبر لسيدنا علي، الراجل ده ما عندوش أي أحد من أولاده في الأئمة، نسل انقطع، كل أولاده فاسقون، كلهم فاسدون. وبعدين تجد أنه سيدنا الحسين وأولاده اغتصبوا الخلافة لأنفسهم. يا أخي ادوا شوية لأولاد عمكم. انظروا فين الأئمة من نسل سيدنا الحسن؟ ولا أحد. طب الجماعة اللي قاعدين يقتلوا ويذبحون يقولون نحن من نسل الحسين. طب هو مالكم؟ ما فيش حد منكم ألا يوجد أحد منكم من نسل الحسن؟ الحسن عامل جريمتين عند الشيعة. ولكن من هو الحسن؟ الحسن وفقا للعقيدة الشيعية هو إمام معصوم لا يخطئ، مثله مثل الرسول. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول شيء لا يخطئ، اللي بيقوله من عند ربنا، واللي بيقوله الحسن من عند ربنا، واللي يفعله الحسن من عند ربنا. والحسن أو علي أو الحسين أو حتى كلهم، يعني يعتبر هؤلاء رسل دون أن يحملوا لقب رسول، وهؤلاء بيضعوا حاجات جديدة في الإسلام وفقا للعقيدة الشيعية، موافقين. الحسن ده بقى عمل جريمتين احنا بنسأل ملالي إيران فيهما. الجريمة الأولى أنه تنازل عن الحكم أو الخلافة لمعاوية، ومعاوية كافر وفقا للعقيدة الشيعية، معاوية بن أبي سفيان كافر. فكيف لإمام معصوم يتنازل لمعاوية؟ فإما أنه تنازل له عن اقتناع أن معاوية مسلم، فيبقى في هذه الحالة احنا بينسف العقيدة الشيعية كلها، ان معاوية مش كافر، معاوية مسلم. ما ده سيدنا الحسن بيقول لك معاوية مسلم. واما بقى هم تبرير بيقول لك ايه؟ اصل سيدنا الحسن خاف، يعني راجل جبان. دي ليوضح لك ليه هم بيرفضوا ان سيدنا الحسن عمل صلح وما عملش قتال. هو العقيدة بتقوم على اساس ايه بتاعتهم؟ القتل، قتل المسلمين، ثأر الحسين. فانت لو هو جه يقول انا عاوز امشي اتبع الحسن، فالحسن عمل صلح يا عم،
الحسن بتاع سلام، فلا مرفوض. والحسن تنازل لمعاوية، فإما هو يوصف إنه جبان، وإما يوصف بإنه إن هو بيعتبر معاوية مسلم. فبالتالي الحسن هنا لا يخدم العقيدة اللي هي هدفها القتل والذبح. فهيقوموا هم بقى هيعملوا إيه؟ هيقول لك بلاش الحسن ده. يعني هو طبعا ما قدرش، لم يستطع إن هم يستبعدوا الحسن من الأئمة ال12، لأنه هو ابن فاطمة الزهراء بنت الرسول، فلا بد يعني غصب عن نحطه، لكن بعد كده اتركه. طيب هنيجي لسيدنا الحسين، بقى هو الإمام الثالث، ماشي، وبعدين ابنه علي زين العابدين الإمام الرابع، وبعدين كله من أحفاد علي زين العابدين. طب إخوة علي زين العابدين دول ألا يوجد منهم أئمة؟ لا. ليه الجماعة دول برضو مغضوب عليهم ليه زي الحسن؟ لماذا؟ تعال هنا بقى الشجرة وضعها رسمها الدكتور يوسف المهدي بتفك اللغز. فقال لك إيه بقى؟ سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج السيدة فاطمة الزهراء ابنة الرسول رضي الله عنها، فأنجبوا اتنين، أنجبوا الحسن وأنجبوا الحسين، عظيم جدا. وبعدين الحسن ده الفرع بتاعه اتقطع، ولا إمام منه كما تشاهدون. طيب بقي الحسين. الحسين بقى أيضا خلف أولاد كثر، خلف فلان وفلان هنقتل وفلان، لكن أيضا جرى قطع فروعهم ولا إمام منهم. وبعدين هنجد إيه بقى؟ الوحيد اللي هو خد الإمامة علي زين العابدين، هو وأولاده. طب هو مين علي زين العابدين؟ هو ابن شاه زنان، أمه فارسية، أميرة فارسية ابنة يزدجر آخر ملوك الفرس. ومحدش يكتب لي في التعليقات أنت غلطان، لن أسمح. طيب شاه زنان يعني ملكة النساء، ابن اللي هو هزموا سيدنا عمر بن الخطاب وقتل في عهد سيدنا عثمان بن عفان آخر ملك فرس. فتكتشف إن كل الأئمة من نسل امرأة فارسية، وده الجريمة اللي كانت ارتكبها سيدنا إنه مش متزوج فارسية. وأولاد سيدنا الحسين من اللي هم من نساء أخريات غير فارسيات أيضا مغضوب عليهم. فنحن إذن أمام مسألة تتعلق بالمجوسية، إنه المجوس ده اتعمل ديانة جديدة هدفها تدمير الإسلام من الداخل كما تشاهدون. طب تعالوا نكمل. هؤلاء ملال إيران وميليشياتهم يقولون نحن من أهل البيت أهل البيت أهل البيت. أهل البيت وفقا للقرآن الكريم، المسلم بيؤمن بالقرآن، الكافر لا يؤمن بالقرآن ويكذب القرآن. خلاص؟ طيب أهل البيت في القرآن الكريم هن زوجات النبي. هنا مصطلح أهل البيت في القرآن الكريم، الآية بدأت بتقول يا نساء النبي، وربنا هيخاطب النبي، وبعدين في الآية يقول لهم وقرن في بيوتكن، وبعدين هيقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أهل البيت مين؟ السيدة عائشة بنت أبي بكر والسيدة حفصة ابنة عمر بن الخطاب. أهل البيت هم نساء النبي. الآية بقى قالت لم تقل علي بن أبي طالب، لا قالت علي بن أبي طالب من آل البيت ولا خارج آل البيت. طيب أنا لما تناولت هذا الأمر من قبل بعض الإخوة قالوا أنت نسيت أنه ربنا استخدم في الخطاب لغة الجمع عنكم ويطهركم، لم يستخدم نون النسوة. يعني كان مفروض لو هو بيخاطب النساء فقط كان قال ويطهركن، فدي معناها أنه في رجال، وده صحيح لأنه فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وممكن يكون فيهم علي والحسن والحسين، بس الأساس اليقيني 100% أنه نساء النبي هم رقم 1 في آل البيت أو رقم 2 بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب وبعدين الآية اللي بعدها واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله. فالآية كلها بتتكلم عن نساء النبي وليس عن علي ولا الحسن ولا الحسين. وفي قصة سيدنا إبراهيم ربنا ذكر مصطلح أهل البيت. أيضا الملائكة وهي بتخاطب زوجة سيدنا إبراهيم لما بشروها بالغلامين، فقالوا الملائكة التي تقول قالوا أتعجبين من أمر الله
رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فخطبوها بأهل البيت. ونحن حتى الآن في مصر وفي البلاد العربية لما نتحدث عن الزوجة نقول الجماعة أو جماعتنا، ونقول الأولاد. من غير المستحب أن يقول زوجتي فعلت كذا أو امرأتي فعلت كذا، فنقول أولاد، الجماعة، هكذا يعني أهل بيتنا. فالملائكة لم يوجهوا لها خطاب بصيغة المرأة، إنما وجهوا لها خطاب بصيغة الجمع. وأيضا في قصة سيدنا موسى، ودي 3 مواضع اللي استخدم فيها الأهل بمعنى الزوجة في القرآن الكريم. فلما قضى موسى الأجل، يعني لما موسى تزوج ابنة شعيب، صار بأهله اللي هي بزوجته، آنس من جانب الطور نارا، قال لأهله امكثوا فإني آنست نارا. أهله بمعنى زوجته. فإذا مين يا جماعة؟ أهل البيت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم رقم 1. خلاص؟ وليسوا أحفاد علي بن أبي طالب أبدا، وهنأتي بالدليل من القرآن الكريم. يعني علي بن أبي طالب أنا أعتقد أنه من آل البيت، والحسن والحسين من آل البيت، وفاطمة الزهراء طبعا من آل البيت لأنه ابنة الرسول، واللي يسكن مع الرسول في بيته يبقى أهل البيت، لأنه اسمه أهل البيت، أهل بيت الرسول. يعني أهل بيت صبر من؟ زوجته وأولاده اللي ساكنين معاه يعني. طيب، لكن احنا بنتكلم في ليس المتعارف عليه، لكن القرآن ماذا قال؟ وبعدين الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن في آية أخرى: وزوجاته، زوجات الرسول، أمهاتهم، أمهات المؤمنين. فإذا أي شيعي عندما يقول أنا مسلم يجب أن يقول وعائشة أمي، لأنك أنت مش بتؤمن بالقرآن، القرآن يقول هذا. وحفصة أمي، زوجة الرسول، وحفصة ابنة عمر بن الخطاب. هل أحفاد علي بن أبي طالب من أهل البيت؟ يعني ميليشيات إيران اللي بتقاتل في اليمن وفي العراق وشغالين سفك وقتل الدم، هؤلاء هل هؤلاء من آل البيت؟ أبدا، كذابين أفاقين. وهو الدليل، نحن في كل صلاة بنقرأ التشهد، فبنقول في التشهد إيه؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فنحن في كل صلاة بندعو لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى آل إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فنحن بندعو لآل محمد وآل سيدنا إبراهيم، وبنرجع نقول اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إذا افترضنا إنه أحفاد علي بن أبي طالب هم أهل البيت، يبقى أحفاد إبراهيم أهل البيت. من أحفاد سيدنا إبراهيم عليه السلام أبو جهل وأبو لهب، كفار قريش، كلهم أحفاد سيدنا إبراهيم، وكلهم من نسل سيدنا إسماعيل. فهل نحن في كل صلاة بندعو لأبو جهل وأبو لهب؟ لا. فإذا المقصود بالأهل هم ساكني البيت اللي عاشوا مع النبي في بيته. طيب، والقرآن الكريم ده الفهم الطبيعي، والقرآن الكريم قال هذا. القرآن نقل لنا حوارا طلب. ربنا قال لسيدنا إبراهيم قال إني جاعلك للناس إماما، يا إبراهيم أنا جعلتك إمام للناس. فسيدنا إبراهيم طلب من ربنا وقال له طب ومن ذريتي؟ قال ومن ذريتي، فربنا رفض، قال لا ينال عهدي الظالمين. يعني إذا من أحفادك ظلمة فلن تعطى لهم بالإمامة. فأبو جهل وأبو لهب هم أحفاد بيولوجيين لسيدنا إبراهيم عليه السلام، ولكن هم في النار. مفيش حاجة اسمها بقى ما أنا آخر من أهل بيت سيدنا آدم، ما هو إحنا كلنا الآدم. فإذا اللي يجي يقول أنا من أهل البيت لأن أنا من حفيد الحسين، نقول له أنت كذاب. الحسين رجل عمل وأفضى لما تقدم، وأنت رجل آخر اتفضل اعمل. يعني صلة النسب البيولوجية لا هتدخلك لجنة ولا هتطلعك من نار. طب تعالوا نكمل ونشوف الأمور العجيبة. أيضا في القرآن الكريم نساء النبي، زوجات النبي، هن أمهات المؤمنين. إذا واحد شيعي بيقول أنا مؤمن أنا مسلم، القرآن بيقول له السيدة عائشة أمك. إذا كذب يبقى هو بيكذب القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم.
أزواجه عائشة، حفصة ابنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأم سلمة وغيرها من الزوجات أمهات المؤمنين. فاللي عاوز يقول أنا مسلم، كي تكون مسلما من شروط الإسلام أن تؤمن بأن السيدة عائشة وحفصة أمهاتك، لأن ده نص القرآن، والذي يكذب القرآن الكريم ليس مسلما، خرج من الإسلام. اللي يكذب آية أو كلمة واحدة في القرآن ليس مسلما، دي مسألة منتهية. أيضا في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول يا نساء النبي، ركز، قال يا نساء، ده آية تانية، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يعني نساء النبي لا توجد أي نساء مثلهن. فيجي هو يقول لك مش عارف في ده نص قرآن، ده الله هو الذي يقول. فالسيدة عائشة والسيدة حفصة وباقي زوجات النبي ليس مثلهن أحد من النساء بنص القرآن الكريم. طيب نأتي إلى الصحابة. لما أنا بقول أبو بكر الصديق بقول رضي الله عنه، أنا بدعو له بالرحمة. يعني لما أقول الرئيس مرسي أقول الله يرحمه. الله يرحمه يعني إيه؟ يعني أدعو الله أن يرحمه، فممكن ربنا يستجيب لدعائي أو لا. لكن لما بقول أبو بكر الصديق أقول رضي الله عنه، أنا لا أدعو الله، هذا ليس دعاء بل إخبار بفعل تم، وأن الله رضي عن أبو بكر ورضي عن الصحابة وأدخلهم الجنة. الكلام ده منين؟ من القرآن الكريم. الله يقول والسابقون الأولون من المهاجرين. من المهاجرين أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وطلحة وصحابة آخرين. والأنصار الفئة الثانية الأوس والخزرج، والذين اتبعوهم بإحسان، أدي الفئة الثالثة. في 3 فئات رضي الله عنهم في الآية دي، في آيات أخرى هتتسع أكثر، هذا الوقت لا يتسع. فربنا بيقول إيه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. وركزوا، هؤلاء في الجنة وليس 10 فقط. يعني ما احنا قلنا إذا قلنا صبر مشهور عالم فيزياء، ليس معنى ذلك إن أنا قلت الباقيين علماء كيمياء، ممكن يكونوا علماء فيزياء. فالآية بتوضح أن اللي في الجنة من الصحابة أو المبشرين ليسوا 10، المبشرين من الجنة آلاف من الصحابة. فالله يقول وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني بقول هؤلاء الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي و ربنا بيقول أنا أعددت لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ده ربنا بيبشرهم في القرآن. طيب هيخرجوا منها ولا حاجة؟ دي مسألة مؤقتة. فما واحد شيعي مرة كلمني فقلت له يا أخي الآية بتقول كذا، فقال لي لا، ما هو كانوا كويسين، كانوا جيدين، وبعدين لما الرسول مات غيروا. أنت معاك دليل؟ لا، ما معي، ده روايات، ما أنا بصدق، لا أصدق رواياتك. الآية بتكذب ذلك وبتقول لا، هؤلاء خالدين في الجنة. يقول الله خالدين فيها أبدا. فاللي بيقول أبو بكر وعمر في النار ولا عثمان ولا كذا هو بيكذب القرآن الكريم، لأن الله بيقول إن هؤلاء خالدين فيها أبدا. طبعا الآية هنا بتثبت إن سيدنا علي بن أبي طالب مسلم، وإنه في الجنة، وإنه خالد في الجنة بنص القرآن الكريم. كده احنا أجبنا يعني عن سيدنا علي، بس لسه تعالوا نشوف هو كافر ولا مسلم، مهم والله. طيب تعالوا الآن إلى علي بن أبي طالب والحسن والحسين. هل علي بن أبي طالب كافر أم مسلم؟ وهل ولداه الحسن والحسين كافران أم مسلمين؟ احنا عندنا في مصر شيخ أزهر. طيب شيخ الأزهر ربنا رزقه بطفل، أنجب، تزوج وأنجب، وقام مسمي الولد بابنه شارون. شارون اسم يهودي، رئيس وزراء إسرائيل السابق يعني. وربنا رزقه بعيل تاني سماه كوهين، اسم يهودي. ربنا رزقه بعيل ثالث، طفل ثالث، فاسماه نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل. فكل ما ربنا يرزقه بطفل يسميه اسم يهودي. الناس ماذا تقول؟ تقول إن شيخ الأزهر هذا يهودي يتظاهر بالإسلام، لأنه يعني أنت أمامك أسماء كثيرة مثل محمد وأحمد وإبراهيم وحسن وحسين، إيه اللي يعني ماسك لي في شارون وفي كوهين وإيه يا عم؟ يبقى أنت أكيد يهودي.
ممكن ناس تقول لك الراجل ده جاهل أو دماغه ضربة يعني. طيب لكن أولاده شارون وكوهين ونتنياهو أنجبوا أولاد فاسمهم أسماء يهودية، وأحفادهم أنجبوا أولاد اسمهم أسماء يهودية. يبقى الناس دي إيه؟ الناس دي يهود. دي مسألة يعني محتاجة، وعلى من يدعي أنهم مسلمون أن يقدم الدليل. لما نطبق هذه القاعدة على علي بن أبي طالب وابنه الحسن والحسين وفقا للعقيدة الشيعية نجدهم كفار ويجب لعنهم وفقا للعقيدة الشيعية. تعالى أدي سيدنا علي أنجب فسمى إيه؟ ابنه عثمان. انظروا، يعني الشيعي بتاع النهارده بيقول الله يلعن عثمان. طب امال سيدنا علي مسمي اسم ابنه ليه؟ وانجب طفل اخر سماه عمر، وطبعا ابنة سيدنا علي متزوجة من عمر بن الخطاب. وانجب ابن ثالث اسمه ابو بكر، وابو بكر استشهد مع سيدنا الحسين في كربلاء. ابو بكر ده شهيد في كربلاء قتله يزيد وفقا للرواية الشيعية. إذا هل صدفة إن سيدنا علي يسمي أولاده الثلاث على أسماء الخلفاء الثلاثة؟ هذا معناه إنه سيدنا علي أحب الناس إلى قلبه عمر وعثمان وأبو بكر، فهو على دينهم. يعني إذا كان عمر وعثمان وأبو بكر كفرة يبقى علي كافر، وده وفق العقيدة الشيعية. لكن نحن كمسلمين بنقول لا، عثمان من الصحابة وده في الجنة بنص القرآن ورضي الله عنه، وعمر وأبو بكر وعلي أيضا. يعني هذا يثبت أن علي بن أبي طالب هو رجل مسلم سني. طبعا ده مسائل مسلم بها عند الشيعة، يعني هم لا يكذبون، هم الذين يقولون أيوة أحفاده فلان وفلان أولاده. الشجرة دي عند الشيعة يعني مصدق بها يعني. طيب يا جماعة، حالا دخلت أنظر ماذا يقول المشايخ الشيعة أو المعممين بتوع إيران دول، ماذا يقولون؟ فقالوا إنه سيدنا علي أسمى عثمان وعمر على أسماء عثمان وعمر آخرين. يعني كان في ناس أخرى غير عثمان اسمهم عثمان، وناس اسمها عمر غير عمر. طيب هنفترض هذا صحيح، ما هو في شارون رئيس وزراء إسرائيل وفي شارون آخرين، يعني رئيس أمريكا السابق اسمه جورج، وفي آلاف الجورج، فيعني ما يسمى هو ابنه جورج مش معناه إنه يقصد جورج بوش يعني. طيب، وبعضهم قال أصل هو كان بيخاف، كان جبان، يعني سيدنا علي كان جبان، زوج ابنته لعمر بن الخطاب ليه؟ قالوا أصله جبان. يا جماعة أنتم تقولون علي، ما هو الرواية الشيعية بتقدم علي بن أبي طالب إنه مرة جبان ومرة شجاع، إحنا بنقدمه كمسلمين سنة إنه شجاع وفارس، ماشي، رضي الله عنه. لكن الرواية الشيعية بتقول لا، إنه جبان بدليل إنه زوج ابنته لعمر بن الخطاب، وهو جبان بدليل إن عمر بن الخطاب ذهب واقتحم منزل سيدنا علي وضرب السيدة فاطمة زوجة علي وابنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكسر ضلعها وأجهض حملها. وبعدين علي بن أبي طالب الفارس ده وقف كده، يقدمونه في ثورة الديوث والعياذ بالله. انظر كيف هذا، ده العربي وهو كافر بيقتل ويقتل من أجل أنه يحمي ناقته، لا يسمح أن تؤخذ منه ناقته. فتيجي تقول لعلي بن أبي طالب وهو مسلم وفارس وشجاع وابن عم الرسول إلى آخره، ويجي واحد يضرب زوجته في قلب البيت؟ إيه ما هذه الإساءة لسيدنا علي رضي الله عنه؟ طيب هنفترض أن عثمان وعمر سيدنا علي كان بيسموهم على أسماء أخرى. طيب أبو بكر يا جماعة، أبو بكر هذا من شهداء كربلاء وابن سيدنا علي بن أبي طالب. ده سيدنا علي بن أبي طالب أسماء على اسم أبو بكر الصديق، لأنه لا يوجد عند العرب اسم أبو بكر أصلا، ما لا يوجد اسم أبو بكر أصلا. أبو بكر ده اسم كنية، سيدنا أبو بكر اسمه عبد الله. يعني كي نبسط المسألة كده، أنا ابنتي الكبرى أنا اسمي صابر، ابنتي الكبرى اسمها أشرقت، ففي ناس تناديني تقول لي إيه؟ يا أبو أشرقت. هل في اسمه أبو أشرقت؟ لا يوجد، إنما ده كنية، يعني في بنت اسمها أشرقت وأنا أبوها فيقول لك يا أبو أشرقت. فلما أموت واحد بيحبني فيقول لك يقوم يسمي ابنه إيه؟ أبو أشرقت. مفيش اسم أبو أشرقت، إنما أصبح هذه الكنية
شهيرة من بعدي، يعني ده تشبيه طبعا مع الفارق يعني. فأبو بكر هو ليس اسم أبو بكر، إنما هي كنية أبو بكر الصديق رضي الله عنه، اسمه عبد الله. فسيدنا علي بقى ما فيش لا أحد من العرب بيسمي بكر، ما بيسميش أبو بكر. فهنا سيدنا علي مسمي ابنه على اسم أبو بكر. وبالمناسبة أبو بكر كان مات، يعني كان سيدنا أبو بكر كان توفى. طيب خد الأكثر من ذلك، تعالى يا عم سيدنا الحسن رضي الله عنه الابن الأكبر الإمام علي، سمى إيه؟ أبو بكر. الله. وأسمى عمر. الله. وكان أيامها لا فيها أبو بكر ولا عمر، كانوا ماتوا يعني، حتى كان خلاص يعني يسموا اسم تاني. طب سيدنا الحسين رضي الله عنه ماذا أسمى؟ أسمى ابنه أبو بكر والابن الثاني عمر. يا إما إن خلاص بقى، وفي وقت التسمية كان أبو بكر توفى وعمر توفى، يبقى معناها أن سيدنا الحسن والحسين كانت عقيدتهم أو دينهم هو نفس دين أبو بكر وعمر. فإذا قال ملالي إيران إن أبو بكر وعمر كفار، فعلي والحسن والحسين كفار. وإذا صدقوا القرآن وقالوا إحنا مخطئين، والقرآن الكريم يقول إن أبو بكر وعمر وعثمان في الجنة بنص القرآن كما أوضحنا، يبقى في هذه الحالة سيدنا علي بن أبي طالب والحسن والحسين في الجنة أيضا. خلاص؟ طيب الحسين ابنه الشيعة يقولون إن ابنه علي زين العابدين إمام، إنه يعني إمام بمعنى حاكم وليس يعني إمام عالم يعني. فهنجد إنه علي زين العابدين أسمى ابن عمر، واسم الآخر عثمان، طبعا له أولاد آخرين يعني. وكان أصلا هذا في عهد الدولة الأموية، فلا هو جبان أو خائف أو كذا، كان أسمى ولد أسماه يزيد، أو ثاني أسماه معاوية. ما أسماش، انظروا ما أسموا أولادهم يزيد ولا معاوية ولا أمية، أسموا إيه؟ عثمان وعمر. طب تيجي للإمام جعفر عند الأئمة الاثنى عشر الشيعة، أسمى ابنته عائشة. فتخيل الإمام الشيعة أو الذي الشيعة يقولون عنه أنه هو بقى ورث الحكم، يعني ما هؤلاء الناس أبرياء مما تلصقه به ملالي إيران، أبرياء. الناس دي صالحة وناس مؤمنة وعلى خير. والثلاثة الأول صحابة، سيدنا علي وسيدنا الحسن والحسين رضي الله عنهم. جعفر دول من التابعين وناس صالحة. لكن هم بعد كده ملالي إيران بقى وملالي المجوس نسبوا لهم ما ليس فيه كالعصمة، هم لا يخطئون وما يقولون هو القرآن إلى آخره. طيب اسمه عائشة. طيب فيه موسى يا جماعة انظر، موسى سمى إيه؟ عائشة. وسمى إيه؟ وابنه جعفر أيضا سمى عائشة. وموسى أسمى أبو بكر وأسمى عمر، والوقت ده ما فيهوش عمر ولا أبو بكر، كانوا ماتوا خلاص. طب علي الإمام علي اللي عند الشيعة في الاثنى عشر أسمى عائشة. طب والعلي أسمى عائشة. ودول أئمة، شجرة أئمة الاثنى عشر عند الشيعة. فيتضح لنا إنه الناس دي، إنه أئمة الشيعة وفقا لمعتقد الشيعة هم كفار، بداية من علي بن أبي طالب إلى الحسن والحسين. وهذه الأسماء أدلة مادية على أنهم مسلمون على دين أبو بكر وعمر. ولذلك احنا بنقول إذا هم ملالي إيران لا تريد أن أنتوا في قلبكم غل وحقد على المسلمين وتريدون قتل المسلمين، ما هو بيقول لك الموت لليهود والإسرائيل، مين؟ طب انت ما بتحاربش اليهود ولا يقول لك ما هو احنا بنحارب عملائهم اللي هم المسلمين. هذا يوضح لنا هذا المخطط. طيب كما نشاهد كل شيء في هذه العقيدة بتاع ميليشيات إيران كلها كذب. ومن بين الأكاذيب إنه علي زين العابدين اللي هو ابن سيدنا الحسين تزوج من ابنة يزدجر، وهذا لم يحدث لأن يزدجر ملك الفرس كان طفلا لما ولي الحكم، ولو أنجب يعني هيبقى ابنته عندها 3 سنوات 4 سنوات. إذا افترضنا أن المسلمين أسروها في عهد عمر بن الخطاب كما تقول الرواية الشيعية الكاذبة، فهيبقى سيدنا الحسين تزوجها وعنده 3 سنوات كيف؟ فهذا وعلى فكرة الرواية دي غير موجودة لا في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم ولا حاجة يعني. هي إيه الفكرة؟ الفكرة إن المجوس، العناصر المجوسية في إيران في ذلك الوقت أرادت إن هي تعمل عقيدة هدفها قتل المسلمين بتدميرهم من الداخل.
فقالوا خلاص هنقول ان احنا مسلمين ونبدأ. اوجدوا بقى توليفة، اوجدوا ابن اليزدجر، وان الابن بن اليزدجر تزوجت سيدنا الحسين، وسيدنا الحسين انجب منها زين العابدين. وبدأوا يحطوا انه ابو بكر اغتصب الخلافة من عمر وعلي والى اخره. وبعدين وجدوا في اي كذب فيه تناقض، في تناقضات، فيقولوا طب ليه علي بن ابي طالب اسمى اولاده باسماء ابو بكر وعمر؟ اصله كان جبان تقي. طيب ما هو لو كان جبان يبقى اذا هو خشيه ينازعهم، لكن هم بيقولوا شجاع ووقف لما ده توفى الرسول وقال انا الاحق بالحكم، انا الاحق بالخلافه من ابو بكر وعمر. انت شجاع اهو. وبعد كده راح قال لا ده هم عظاء. يا عم انت هتختار يا شجاع يا جبان. فهذا يرينا كيف انه هذه الميليشيات الايرانيه مهمتهم الوحيده سفك دماء المسلمين وقتلهم، وهم وداعش شيء واحد. ولكن وإن اختلفت التبريرات الإيديولوجية والدينية في الخلفية، لكن الهدف قتل كل المسلمين. احنا بنشاهد داعش بتكفر الإخوان المسلمين وبتكفر حماس وبتكفر طالبان. طب امال عامة المسلمين بتعمل فيهم ايه؟ أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت، وأرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر، رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر أسفل الفيديو. هنا قائمة الفيديوهات الوثائقية والتاريخية، أرجو أن تشاهدوها لأهميتها في مجال التاريخ. هنا كتاب عن الأحنف بن قيس. الأحنف بن قيس كان قائد عسكري، قائد جيوش المسلمين في عهد عمر بن الخطاب، والذي اكتشفه عمر بن الخطاب. هو فتح بلاد فارس وفتح بلاد خراسان. بلاد خراسان يعني هو فتح شرق أفغانستان، بلخ اللي هي مزار شريف وهرات، وفتح تركمانستان، كان هذه المناطق اسمها خراسان، ففتحها الأحنف ابن قيس. ندعو الله أن يرحمه اللهم أمين. وكان رجلا صالحا وكان مؤيد لعلي بن أبي طالب. ثم بعد ذلك ولاه معاوية بن أبي سفيان قائدا لجيوش المسلمين أيضا في بلاد خراسان. أرجو الاستماع لهذا الكتاب. والأحنف بن قيس من رجال الفلسفة السياسية العالية جدا، يعني من الناس اللي اتكلموا في العلوم السياسية، ونخصص له حلقة بإذن الله إن شاء الله عن نظريات الأحنف بن قيس في إدارة الدول رحمه الله. أرجو الاستماع إلى هذا الكتاب، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.